بعد الفاصل مفاجأة، انتظرونا. اهلا بحضراتكم من جديد. عدنا في مصر من الاخر. بيشرفني نجم كبير قضى معظم عمره في الغنى، تقريبا بيغني من وهو عنده 5 6 سنين لحد النهارده. حقق نجوميه كبيره جدا. مفيش طفل عنده 3 4 سنين غير لما عارف لؤي عبدون. عامل ايه؟ الحمد لله. ازي شفت بقى الدخله بتاعت النجوم الكبار دي؟ ربنا يخليك. بس انت نجم برضه. ربنا يخليك يا عم. ذا فويس كيدز. ايه اللي خلاك تروح البرنامج ده؟ انا والله يعني انا قلت حبيت ان انا اقدم في البرنامج، فقلت اقدم واشوف، لكن انا كان نفسي ان حد يلفه، لاني كنت عاطي امل كبير جدا ان الثلاثه يلفوا، لاني انا قبلها كنت بتدرب كويس مع المايسترو الكبير سليم سحاب، وبعدين انا بابايا ملحن ومطرب بالاذاعه والتلفزيون والاوبرا، فيعني انا كنت متدرب كويس، فانا كنت عاطي امل كبير ان حد يلف، وبعدين لكن ما جراش نصيب. بس هي كانت بس تجربه انت الناس اتعاطفت معاك جدا، الناس زعلت قوي عليك صح؟ الحمد لله، بس لاني انا تعبت وشقيت كتير لان احقق لا طبعا حاجات ده انت سنين كبيره. بتتعب وتشقى وانت مستهون. الحمد لله الحمد يعني لله 10 سنين والله. صح؟ الحمد لله. عندك 10 سنين انا يعني عندي شقيت. 10 لا شقيت سنين. كتير وتعبت. الحمد لله والله. بس دايما المجتهد ده هو اللي بيوصل، واللي بيتظلم كمان بيوصل اكتر. الحمد لله والله. طبعا انا على طول لازم تكون كلمه الحمد لله، لاني لازم اشكر ربنا طبعا. لان هو يعني قدم لي حاجات كتير جدا، فلازم برضه اقول قبل ما الحمد نتكلم لله. بقى الحاجات الكتير دي، سمعنا حاجه. نبدا منين؟ يعني انا ممكن اسمع لحضرتك سمع الناس الفنان. كمان. قال الناس دي لحضراتكم طبعا. الناس ايه؟ الناس دول جمهورك اهو. اللي ما سمعش بقى واستمتع في ذا فويس كيدز يسمعك دلوقتي. هسمع لحضراتكم اغنيه انا زعلتك في حاجه للفنان بهاء سلطان. احنا ما نزعلش منك، امسك المايك واشتغل. انا زعلتك في حاجه، طب ايه يا حبيبي هي بتداري عينك ليه؟ لما بتيجي في عينيا وحكايتك بس ايه؟ فيك حاجة مش عادية، قولي يا حبيبي حاجة ما تصعبهاش عليا. انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، ما اقدرش اسيبك تتألم، ساكت يا حبيبي ليه؟ انا ضايقتك طب قلت حاجة ما تتقالش، مش ماشي ولا سايبك تمشي، لما فهم في ايه؟ عايز تعاتبني عاتب، طب ليه عمال تفكر؟ اهو ده الوقت المناسب قبل الأحزان ما تكبر، وإن كانت الغلطة مني يبقى حقك عليا. الله. سلمنا ايه اغنيه كبيره عليك كده. لا يعني أنا بميل طبعا للأغاني الطربية، وبحب طبعا إن أنا أغاني شبابية، يعني أنا بميل للاتنين. عارف الاغنيه بتاعت بارون بيلا دي؟ فولا فولا عارفها دي؟ عارف. طب ما تغنيها دي احسن من زعلتك في حاجه. لا بس يعني مش حافظها يعني. طب لا تعالى بقى ناخد واحده أطفال شبابيه يعني. خالص. ودع هواك. ده قديم. يعني زي بعض. اضغط على نفسك. طيب ماشي، أغني قديم وضع حواك. ماشي ماشي. لغايه ما افكر لك في حاجه كده زي جدو عبده واي حاجه من السكه اللي بالنسبه لك لا أنا كلاسيكي ما دي. بحبش أحفظ الأغاني اللي هي بتبقى أطفالي بتاعت أوي دي. الاطفال دي صح؟ يعني مرحله عديتها انت من زمان دي. أيوه. طب يلا بينا. يعني كبرت شوية. ايوه صح. ربنا يخليك.
ودع هواك وانساني عمري اللي فات ما حيرجع تاني. ودع هواك وانساني عمري اللي فات ما حيرجع تاني. كان حلمي وراح انساه وارتاح. كان حلمي وراح انساه وارتاح. ودع هواك ودع. ده شغل المايسترو سليم سحاب. طبعا انا صح؟ اتعلمت ايه منه؟ يعني انا اتعلمت حاجات كتيرة جدا من بابا والماسترو سليم سحاب. لا، بابا علمك ايه والمايسترو علمك ايه؟ يعني طبعا الماسترو سليم سحاب هو اللي قدم لي في ذا فويس. صورتك ايه معاه؟ صح؟ ايوه صح. ماشي، هو اللي قدم لك في ذا فويس. وبعدين الماسترو سليم سحاب اختار لي الاغنيه. يعني الماسترو اللي قال لي قدم. هو لا، في بابا اللي البروفات قدم كده بيقول لكن لك ايه؟ في البروفات بيعلمك ايه؟ ولما بيزعل منك بيزعل منك ليه؟ لا يعني احنا ما بيبقاش فيه خلاف بينا. مفيش يعني خلاف في احنا وجهات النظر يعني. ايوه بالظبط في التكنيك كده. بس بتاع العربة والحاجات دي، صح؟ ايوه بالظبط كده، لكن هو يعني بيحب الماسترو سليم سحاب. طب وانت وبابا؟ لا ما انا لسه ما خلصتش الماسترو سليم سحاب. طب والله، طب قول. الماسترو سليم سحاب يعني ما بيحبش مثلا يعني يبقى في الأغنية حاجة مهزوزة، حاجة مش مظبوطة، يعني مش يعني أي حاجة عدي. لا الماسترو بيحب الأغنية تطلع مظبوطة جدا، يعني أغنية تتسمع، تمام. مش أي حاجة عشان نخلص يعني. خلصنا ولا نروح لبابا بقى؟ لكن بابا طبعا بابا اللي اكتشفني، هو والإعلام انت تعرف بابا مصطفى. كويس؟ نعم. تعرف بابا كويس؟ طبعا أعرف بابا والله؟ كويس. اوكي، هو والله. اللي اكتشفك؟ طب ده بيجري وال- وراك في الشقة كده وبالعود وبتاع ويا واد لازم تحفظ والحاجات دي؟ يعني بابا مش لدرجة تجري ورا في الشقة ولازم تحفظ وكده. يعني بابا بيقول لي مثلا يا لؤي تيجي نحفظ الأغنية دي أسمعها. هو بصراحة يعني بابا ما بيجبرنيش على حاجة. يعني مثلا خد احفظ الأغنية دي، لا لازم تحفظها تخلصها. يا بابا يقول لي ايه، خد الأغنية دي مثلا لؤي احفظها وسمعها لي، بس لازم نقعد مع بعض في التسميع. اسمعها كده لؤي شوفها تعجبك ولا لا. فبسمعها يعني بصراحة لو بحس ان هي عجباني أو لايقة على صوتي بقول له يا بابا دي حلوة أوي أنا عايزة أحفظها، وبحفظها في ساعتها. ايه احلى اغنية حفظتها مع بابا؟ هو في يعني أغاني كتير جدا طبعا، يعني أغنية ودع هواك طبعا ما عايزين حافظها واحدة مع تانية عشان بابا. نسمعها. أنا كنت عايزة أسمع لحضرتك من سمعني. ألحاني بقى من ألحانك؟ عشان أنا بلحن. طب انا هي دي اللي، يلا اجهز بألحانك وانا هشكر الناس واسيبكم مع اجمل مطرب واقوى مطرب انا قابلته في هذا البرنامج، لؤي عبدون. اختم بقى وقول للناس اجمل حاجة في ألحانك. أجمل حاجة في ألحاني أنا عملتها أغنية أنظر بعيد. انظر بعيد في المدى واشوف صنع الإله واسرح كتير في الفضاء أفهم وأقول الله
انظر بعيد في المدى واشوف صنع الإله واسرح كتير في الفضاء أفهم وأقول الله 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 يا حنان يا منان يا غفور يا غفار جمال القدرة خلاني أهيم في هواه وعيش الحب على أرضه وتحت سماء ويشدني عصفور طريق لجمالي قربني لدنيا النور بعين الحب أشوف الكون وأقول الله 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 الله